صباح الخير. طارق مجدي حكم الفار في ماتش الاهلي وغزل المحله. تعال نشوف المكافاه اللي بيكافئوها لطارق مجدي عشان اللي عمله في ماتش مودرن سبورت، عشان كده خلوه حكم فار للاهلي برضه في ثالث ماتش في ماتش المحله. يلا بينا. طبعا هو ما كانش بيحسب فاولات لزيزو خالص، زي ما انت شايف كده كتف في وش زيزو هيموتوا الراجل، ورغم كده الرقم ما حسبش فاول ولا انذار ولا اي حاجه، رغم ان الكوره فاول وانذار وما حسبش فيها اي حاجه. تاني كوره برضه مع زيزو ونفس اللعبه برضه الراجل دهس رجله حرفيا وبرضه ما حسبش اي حاجه. ضربة جزاء جراديشار اللي كانت في اخر دقيقة اللي الحكم برضو ما حسبهاش، رغم الشد الواضح والمتعمد من لاعب مودرن سبورت قدامك اهو، شد واضح ومتعمد ولازم كان على الاقل يرجع للفار يشوفها، ولا رجع للفار ولا حسبها ولا عمل اي حاجة. ضربة الجزاء بتاع بن رمضان برضو اللي في الشوط الاول اللي قدامك دي، واحد يقول لي يا عم مش ضربة جزاء، ده بن رمضان حجز والراجل زقه عادي واحتكاك عادي. تعال اوريك واحدة زيها بالظبط المودرن سبورت في نفس الماتش الحكم حسبها فاول، زي ما هو واضح قدامك كده. اللعيب الافريقي اهو محجز على الكوره، حصل احتكاك بينه وبين لعيب الاهلي والحكم حسبها فاول. طب اشمعنى يا كابتن؟ ليه ده حاجه وده حاجه؟ ليه حسبت هنا حاجه وهنا حاجه رغم ان هي نفس اللعبه؟ ليه ما حسبتش دي خطا وحسبت دي خطا؟ وهنا اديني عقلك، ها ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ طب دي فاول ولا مش فاول؟ الله اعلم، انتوا ردوا عليا في الكومنتات. كمان تعالى شوف كوره قفشه دي، الراجل دهس رجله حرفيا وبرده ما حسبهاش. تعال اوريك بقى فاول كده لزيزو، يعني شوف هنا وهنا حسب الفاول. طب الكره الاولانيه اللي انا وريتها لكم في الاول دي ما اتحسبتش ليه؟ ليه؟ هقول لك. عشان هنا حكم الرايه هو اللي حسبها، انما مش حكم الساحه هو اللي حسبها، اللي هو طارق مجدي. ده كان ملخص سريع كده لحالات طارق مجدي عملها في ماتش الاهلي، وفي حالات تاني بس ده اللي انا جمعته بسرعه كده من الماتش من الشوط الاول تقريبا. شوف قد ايه هو ظلم الاهلي وكتف الاهلي بفاولات ما اتحسبتش في نص الملعب وغير نص الملعب، وضربتين جزاء. لو هنقول ان ضربه جزاء بن رمضان ضربه جزاء بعد ما حسب فاول لاعب مودرن سبورت، كل ده عمله طارق مجدي. فالنهارده لجنه الحكام بتكافئه وبتخليه حكم فار تاني في ماتش الاهلي في 3 ماتشات بس، يبقى الحكم مرتين للاهلي رغم انه عمل كوارث ضد الاهلي في الماتش الاولاني. انا عايز اعرف مين اللي بيعين الحكام دي. تخيل بقى انت معايا طارق مجدي حكم فار، وكمان ايه ملعب غزل المحله وعلاء عبد العال هو مدرب، يعني بينزل ب 12 لعيب دفاع مش 11. هيقول لي يا عم هم 11 في لعيب بس، لا هو بينزل ب 12. علاء عبد العال معاه اوبشن كده ان هو ينزل ب 12 في الملعب الضيق الرخم الصعب الناشف دوت. حقيقه هيبقى ماتش صعب جدا على الاهلي يوم الاثنين، خاصة مع طارق مجدي الفار. وعايزين نعرف تاني ازاي يبقى حكم عمل ماتش وحش جدا ضد الاهلي قدام مودرن سبورت فاجيبه واكافئه تاني في ثالث ماتش. هو مفيش غير طارق مجدي يعني؟ حكام خلصوا عشان اجيبه هو تاني فار؟ سؤال يطرح نفسه. ما تنساش تعمل شير عشان نعرف مفيش غير طارق مجدي في مصر ولا ايه حكم للاهلي. عايزين نعرف القصة دي. سلام.